النهارده هعمل فراخ بالكاري. حرفيا التتبيله دي من اطعم التتبيلات اللي ممكن تتبلوا بيها الفراخ. اول حاجه هعملها هنضف الفراخ بليمون ودقيق، وبلاش الخل في تنظيف الفراخ، لان الخل بالنسبه للفراخ بينشر البكتيريا وخصوصا السالمونيلا. الليمون عندي بيشيل ريحه الزفاره، والدقيق بيساعدني ان انا اشيل الدهون والطبقه اللزجه اللي بتبقى تحت الجلد. وحطيت ميه بس عشان ايدي تمشي في الفراخ وانا بدعكها. وبعدين هدعك الفراخ قطع قطع كده بالخلطه دي، واسيبها على الاقل ربع ساعه، وبعدين هاخدها تحت الحنفيه اشطفها كويس. وبعدين اخد قطع قطع كده اعمل فيها شقوق، ادخل فيها التتبيله. ودلوقتي هعمل التتبيله. معايا بصلايه كبيره متقطعه جوانح، والمقادير اللي جايه دي بمعلقه صغيره. معايا نص معلقه فلفل اسود، معلقتين ملح، 4 معالق كاري، ومعلقه كركم. هحطهم كده على البصل وهبدأ ادعكه. ومعايا علبتين زبادي صغيرين. وبعدين معايا عصير ليمونتين كبار هحطهم. بس كده. هبدأ اتبل عندي الفراخ. هحط في الشوق اللي انا عاملاها دي من التتبيله، وهحط بصل برضو، والقطعه اللي عليها جلد هحط تحت الجلد وهغطي. وهدعك قطعه قطعه كده بالتتبيله من كل حته. وهنا خلصت الكميه كلها. هجيب صينيه وافرش فيها فرشه بطاطس، واحط عليها كوبايه ميه. هي بعد ما استوت لقيت الصوص تقيل شويه، فانا زودته بشويه ميه سخنين. هرص الفراخ كده، وبعدين هولع عليها عين البوتاجاز لحد ما الميه تغلي، واكون مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه. باقي التتبيله كده حطيت عليها شويه زيت زي 3 معالق كده، وهحطهم على الوش. هحط البصل كده الاول، وبعد كده السائل ده برضو هوزعه على الوش. هسيبها في الفرن تقريبا ساعه وربع، من غير ما تتغطى بفويل ولا حاجه، تتساب كده مكشوفه. بعد الساعه وربع هتلاقوها استوت، والوش محمر بسيط يعني. لو عايزين بقى الوش متحمر جامد هتولعوا عليها الشوايه زي 5 دقايق. وده شكلها لما طلع من الفرن. وزودتها شويه ميه، وحطيتها تحت الشوايه 5 دقايق وبس.